زي ما انتم شايفين كابتن ميدو طبعا معروف، هو كان بيعمل ايه لما كان بيلعب كوره، ومعروف تاريخه الاسود كله طبعا. بيتكلم ازاي عن كهربا وبيقول مش هيتعدل. طب ما تخليك في اللعيبه اللي عندك البلطجيه اللي كانوا بيضربوا بتاع الامن امبارح، ما اتكلمتش عنهم ليه؟ ما عملتش تويته ليه؟ ولا هو خلاص بقى حاجه موجهه دلوقتي كل الناس ضد النادي الاهلي، وكل الناس بتتكلم براحتها لان في حد ساند؟ ما احنا هنعرفه برضك مين اللي ساند، ومش هنسكت عن الموضوع ده. هو بقى كل واحد بيتكلم براحته عن النادي الاهلي، وكل من هب ودب بيتكلم عن النادي الاهلي، لان احنا خلاص احنا عندنا اداره قيود. اداره الناس المحترمه، الناس الملتزمه، الناس اللي ماسكه سبحه وماشيه بيها. اي اعلامي، اي واحد ملهوش عازه، اي حد بيتكلم عن النادي الاهلي ولاعيبتنا ما بقتش محميه. ما تخليك انت في اللعيبه البلطجيه بتوعك اللي بيبلطجوا هناك، اللي ضربوا بتاع الامن ومحدش عارف يلم اللعيبه بتاعتكم. لو ما انسحبوش وبلطجوا في الملعب بيبلطجوا بره الملعب، ما اتكلمتش عليهم ليه؟ ولا ما تقدرش تتكلم عليهم عشان هيطلعوا يعملوا معاك ويسووا وهيدوك على دماغك؟ ما احنا عايزين نعرف برضه.